السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي دبري ووفري في مطبخ نوجة. النهاردة بقى هنعمل مع بعض كده، يعني حاجة كده بقى لزوم الشتا بقى. ممكن تاكليها بالليل مع شاي بلبن، ممكن تفطري بيها الصبح. حاجة خفيفة وموفرة ونضيفة واقتصادية. هنعمل مع بعض زي ما احنا شايفين كده القراقيش. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة. تقدري ان انت هيبقى ان شاء الله عندك المكونات موجودة في البيت. هتقدري كده ان شاء الله تقومي تحضري حاجتك وتعمليها. ما فيهاش اي افتكاسات ولا اي اختراعات، بحيث لو انت اصلا اول مره تعمليها ما تعرفيش تقدري تجربي على طول كده وتعمليها. مفيش اي مشكله. تمام. بصوا شايفين منظرها عامل ازاي. هنعمل مع بعض القراقيش دي بطريقه سهله وبسيطه. هنبدا مع بعض نشوف مكوناتنا ايه ومقاديرنا ايه، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنا انا معايا ده نص كيلو من الدقيق. نص كيلو من الدقيق ده يا جماعه يعني 3 كوبايات ونص من الدقيق. تمام، عشان الكيلو بيبقى 7 كوبايات. دول بقى انا نخليهم كويس جدا. معايا نص كوبايه سمنه، ومعايا نص كوبايه زيت، ومعايا باكل الخميره بتاعي ده انا هاخد منه معلقه، مش هاخد باكل الخميره كله. تمام. تمام. طبعا زي ما قلت لكم الدقيق ده انا نخلاه كويس. اول حاجه بعملها في اي معجنات محتاجه خميره ان انا بختبر الخميره بتاعتي واركنها. جيب كده نص كوبايه ميه دافيه، وهنزل بمعلقه سكر فيها ومعلقه خميره. ما تحطيش باكل خميره، لو هتعملي كيلو حطي باكل خميره. نص كيلو يبقى تحطي معلقه واحده زي ما احنا شايفين كده مع بعض. وقلبي كده كويس وسيبيها بقى مع نفسها تختبريها. بعد كده هجيب طاسه، هنزل فيها بالزيت والسمنه اللي معايا. هسيحهم مع بعض. مش هسخن يعني يعني ايه، مش هسخنهم جامد، مجرد ان هم يسيحوا بس مش اكتر. تمام. تمام. يبقى اول حاجه تعملي الخميره وتركنيها قبل ما تخلصي اي حاجه تانية انت تقدري تعمليها. يكون الخميره اختبرت. انا هنا اسيح الزيت والسمنه مع بعض. الثلاث كوبايات ونص من الدقيق دول انا نخليهم كويس جدا. اي حاجه تقدري تعمليها لازم تنخليها. تمام. بالدقيق حط عليها رشه الملح ومعلقه سكر. تمام. نص كيلو دقيق حطي رشه ملح ومعلقه سكر، مش اكتر من كده. على فكره سهله وبسيطه جدا، وهتقدري ان انت تعمليها وموفره. تمام. بعد ما حطيت رشه الملح ومعلقه السكر، قلبت الدقيق بقى كده والمقادير الجافه مع بعض. عودي نفسك تحطي المقادير الجافه كلها مع بعضها. تمام. تمام. بعد كده نزلت عليهم بالزيت والسمنه اللي انا مسيحاهم. نص كوبايه زيت، نص كوبايه سمنه. تمام. وهقلبهم كويس كده. هشرب الدقيق دوت للايدام بتاعي. لازم تشربيه كويس جدا 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 قبل ما تحطي اي سوائل. تمام. بصوا انا بشربه ازاي قدامكم، بعمل كل حاجه قدامكم وببطأ، ما برضاش اسرع حاجه عشان تبقوا شايفين كل حاجه. يعني هنا طبعا هتعمل بايدي عشان كل المكونات تخش في بعضها. انت برضو تعاملي بايدك عادي. ايدك هتبقى احسن من ان انت تستخدمي المعلقه. بصوا يا جماعه، بصوا انا بشرب الدقيق للقدام ازاي. انا عايزه الدقيق ده يختفي خالص، يبقى كله. بصوا شايفين زي ما احنا شايفين كده. بعد ما وصلت للخطوه دي، اول حاجه هنزل بيها الخميره بتاعتي كانت اختبرت وكويسه ما شاء الله. وراح رحت مقلباها، وهنزل بيها على المكونات بتاعتي، على الدقيق بتاعي. وبرده هبتدي ان انا اعجنهم كده مع بعض زي ما احنا شايفين كده. بعجنهم كويس جدا جدا جدا. وبرده لغايه ما اشربوا. اوعي تحطي اي سوائل تانية ميه غير لما تشربي كل حاجه في بعضها، علشان ما تبوظيش العجينه. طبعا بقى عشان احنا في شتا انا عجنت بميه دافيه. تمام. هنزل بقى بحبه حبه، ما تنزليش باي حاجه مره واحده علشان ما تبوظيش العجينه بتاعتك. هنا بقى عشان انتوا عارفين الدقيق من دقيق لدقيق بيختلف في استخدام الميه. هي خدت معايا كوبايه الا ربع من الميه الدافيه. تمام. انا عجنت بميه دافيه عشان احنا في شتا. تمام. بصوا قدامكم اهو. شايفين كده كانت محتاجه ميه تاني بعد ما انا حطيت ال الميه بتاعتي. هنزل برضو يعني يعني هي كلها على بعضها خدت معايا كوبايه الا ربع ميه. انتي برضو على حسب الدقيق بتاعك ممكن تاخد معاكي كوبايه ميه، ممكن تاخد معاكي نص، ممكن تاخد معاكي ربع كوبايه. الميه دي على حسب الدقيق. انا ما اقدرش اقول لك مقدار معين. تمام. وهبتدي بقى ان انا افضل اعجن فيها كده لغايه اما اشربها كويس قوي، واعجن فيها كويس جدا. بصوا. تمام. شايفين لغايه اما البوله كلها بقت نضيفه. طبعا بصوا لازم عشان تختبريها تعرفي ان هي محتاجه ميه تاني ولا لا، تاخدي حته عجينه وتكوريها. لو ما شققتش من الجنب اعرفي كده ان العجينه بتاعتك مظبوطه ومش محتاجه ميه ولا اي حاجه. بصوا ما شققتش معايا وبقت ما شاء الله جميله جدا. تمام. انا هنا هعمل هسيبها ترتاح مش تختمر.
ترتاح بس 10 دقايق وابتدي ان انا اشكلها. اوعي تسيبيها تختمر، علشان هي هتختمر معاكي في الصواني. بصوا بعد ما ارتاحت معايا اهي شويه، انا هاخدها بقى وابتدي ان انا اشكلها قدامكم اهو. تمام. انا بحب اعمل قدامكم كل حاجه وتبقوا شايفينها معايا. هقطع بقى كده حته وابتدي بقى ان انا اعملها زي الصوابع، عشان انا هعملها رقيش. انت بقى حابه لو انت عايزه تعمليها قرص مدوره اعمليها، قطعي بقى قرص صغيره كده واعمليها. بصوا هبتدي بقى ان انا كده على الرخامه بتاعتي، ولا تدهني زيت ولا اي حاجه، هي فيها الايدام بتاعها كويس جدا، مش هتلزق منك ولا اي حاجه، ما تقلقيش. تمام. تمام. بصوا بعد ما عملتها صوبع كده، هبتدي ان انا بقى ابططها كده زي ما احنا شايفين، واحده واحده. واعملي حاجتك بتأني وسمي الله، وحاولي ما تصعبيش امور على نفسك. كل حاجه اعمليها في البيت انضف واوفر واحسن زي ما احنا شايفين. بعد ما عملت كده بقى هبتدي ان انا اقطعها صوابع كده قدامكم زي ما احنا شايفين كده. بصوا هبتدي ان انا اقطعها صوابع اهي معاكم، بشيل الحرفين وابتدي اقطعها صوابع، ما تقطعهاش صوابع عريضه قوي علشان ما تبقاش عريضه قوي قوي منك. بصوا احنا شايفين اهو قدامكم بعمل كل حاجه على الطبيعه، انا ما بعملش حاجه من ورا الكاميرا. تمام. بصوا طبعا بعد ما تعملي الخطوه دي كوني محضره بقى انت الصينيه بتاعتك، ما تدهنهاش اي حاجه ومش هتلزق، علشان طبعا هي فيها اقدامها كويس، فهي مش هتلزق منك. جبت الصينيه بتاعتي وهبتدي انزل بقى بالحاجات بالقراقيش ان انا قطعتها صوابع دي. تمام. وهسيبها بقى ترتاح شويه برده في الصواني. تمام. واكون بقى مسخنه الفرن بتاعي كويس جدا واحطها على الشبكه. تمام. وتتابعيها بقى انت، يعني عشان يعني تطلعيها كده منوره، ولا تحرقيها ولا تنشفيها ولا الكلام ده. كل حاجه اعملي خير الامور الوسط. زي ما احنا شايفين اهو، انا نزلت باللي انا قطعته، وهكمل بقيه الكميه برضو قدامكم اهو، وهرجع اوريها لكم. هكمل بقيه الكميه اللي معايا وارجع اوريها لكم. بصوا انا هنا كنت خلصت الكميه اللي معايا، شايفين عملت لي الصينيتين دول. انا عامله نص كيلو، انتي حابه بقى تضاعفي الكميه كيلو، انتي براحتك. ولو انتي ما بتعرفيش مثلا تعملي لسه مبتدئه، جربي في نص كيلو علشان تبقى انتي تعودي ايدك الاول. انا هنا عملت اهو الصينيتين قدامكم اهو، وهكون مسخنه الفرن دلوقتي وهبتدي ان انا ادخلهم الفرن. بصوا بقى بعد ما طلعوا والله العظيم كانت ريحتها تحفه، وكانت جميله جدا جدا جدا، وكانت ريحتها يعني مش قادره اقول لكم، جميله جدا 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 والله العظيم، وطعمها روعه. كفايه ان هي نظيفه وانت عاملاها في البيت بطريقه مضمونه. بصوا بقى انا كنت خلصت الكميه كلها، نص كيلو عمل لي يعني كميه كويسه، يعني دي حاجه حلوه تفطري بيها موفره، بدل بقى ما تشتري من الفرن طبعا حاجه احنا مش عارفين مصدرها والكلام دوت. لا، احتاجتي بالليل بقى مع كوبايه شاي بلبن، الصبح برضو مع كوبايه شاي بلبن. حاولي ان انت اي حاجه تقدري تعمليها في البيت يا جماعه اعمليها. المقادير مش مكلفه ومقادير بسيطه. اخدت معايا 3 كوبايات ونص دقيق اللي هم نص كيلو دقيق، اخدت معايا نص كوبايه سمنه، نص كوبايه زيت، معلقه خميره، ده عمل طبعا اختبرتها، رشه ملح، معلقه سكر، ما اخدتش معايا اكتر من كده، والميه على حسب الدقيق بتاعك. ما تصعبيش الامور على نفسك. وطلعت معايا كده تحفه زي ما احنا شايفين. يا رب كده تكون وصفتي خفيفه على قلبكم وعجبتكم، واكون دايما يا رب اقدر اوصل لكم المعلومه واقدر افيدكم على قد ما اقدر. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في قناتي دبري ووفري في مطبخ نوجة، وربنا يحسن ما بين ايديكم.